شغلوا الجرس وامسكوا الفشار لأن القصة دي زي أفلام الأكشن. البداية، مين هو رمسيس الثاني؟ أولا خلونا نتعرف على رمسيس الثاني شوية. رمسيس كان واحد من أعظم الملوك في تاريخ مصر، حكم مصر حوالي 66 سنة. يعني لو كان في عصرنا كان زمانه حكم من أيام الأبيض وأسود لحد الجيل الرابع من الآيفون. عمل مشاريع ضخمة زي معبد أبو سمبل اللي نحته في الجبل عشان يبهر العالم بيه، وعمل تماثيل لنفسه في كل حتة في مصر كأنه بيقول أنا هنا. حياته كانت حلوة، بس مين اللي كان بيغير منه؟ عدو الظل. رمسيس التاني كان عنده أعداء كتير لأنه كان دايما ملك قوي، ودايما في ناس بتغير منه، سواء كانوا جيران مصر من الممالك الأخرى أو ناس من البلاط الملكي. وكان دايما في شائعات حوالين المؤامرات والناس اللي عايزة توقعه. لكن رمسيس كان بيواجه أي حد زي ما بيقولوا كده بصدر رحب وبعقلية محنكة. المهم، في يوم من الأيام رمسيس التاني توفى فجأة. واحنا هنا بنتكلم عن ملك كان مشهور بالقوة والعافية، يعني تحسه كده زي رامبو في مصر القديمة. فطبعا السؤال اللي جه في بال المصري